امتى مشكله باقي الفراش بتكبر؟ مش لما اعداد الحشره بتكتر، بس لما نتصرف مع المشكله بطريقه مش مظبوطه. خليني اشرح لك الموضوع. مشكله باقي الفراش ليها 3 مراحل مختلفه، وكل مرحله ليها الحل المناسب ليها. اول مرحله دي بتبقى اصابه موضوعيه. يعني ايه اصابه موضوعيه؟ يعني الحشره موجوده في بؤره واحده، غالبا بتبقى موجوده يا اما في خياطه المرتبه، يا اما في الملل، يا اما في زاويه السرير. القرص بيبقى بسيط ومتقطع، يعني مش كل يوم بشوف الحشره ومش كل يوم بحس بالقرص، ولو حسيت بقرص بيبقى واحده او اتنين اللي بشوفهم. دي اسهل مرحله ممكن اسيطر فيها على حشره باقي الفراش. بس هنا بيحصل اول خطا، العميل بيبدا يجيب مبيدات ويبدا يستخدم المبيدات بنفسه من غير لما يفحص او يتاكد ان المبيد ده اصلا مناسب ولا لا. المشكله ان باقي الفراش مش بيعيش دايما على السطح، يعني ما بتلاقوش موجود على سطح الخشب بس، ده كمان بيبقى موجود في الشقوق ما بين الزوايا والاركان. يعني بيعيش جوه فتحات ضيقه جدا جدا جدا، صعب ان انا اشوف من خلالها هل الحشره موجوده هنا ولا لا. والاهم من الحشره بيبقى فيه طور موجود اسمه البيض. البيض ده بيبقى صغير جدا وبيبقى لازق في الاخشاب ومش بيتاثر بسهوله، لان اغلب المبيدات اللي موجوده ما بتاثرش على البيض. لازم يبقى ليه مبيدات مخصصه تقدر ان هي تمنع فاسده. تاني مرحله هي الانتشار الصامت. لما بيحصل رش عشوائي مش كل الباقي بيموت، العميل بيقلل اعداد الاصابه، يعني العدد اللي موجود من الحشره بيبقى قليل، او بيقدر ان هو يقتل عدد كبير من الافات، بس جزء كبير من الحشره بيبدا ان هو يهرب يعني يستخبى في اماكن اعمق وابعد من إن العميل يرشه، زي قوايم السرير، ظهر السرير، النجف، الخشب، الزوايا، الكنب لو في كنب جنب السرير او كراسي، حتى الشنط وخلف الصور. يعني لو عندك اي صوره حائط ممكن الحشره تجري عليها. كل الاماكن دي اللي انت تقريبا ما جيتش جنبها او ما جربتش انك انت ترش عليها. في المرحله دي القرص ممكن يزيد شويه، بس المشكله لسه مش واضحه قوي، لسه العميل ما قالش ان انا فعلا عندي مشكله حقيقيه مع حشر باقي الفراش. الناس بتفتكر ان الرش فعلا جاب نتيجه وان الاعداد بدات تقل، بس المشكله هنا مش في ان الاعداد تقل، المشكله هنا ان الحشره بدات تتحرك من المكان اللي هي موجوده فيه.